الزلف لكم أحبائي، السلام عليكم. أتمنى إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. وصفة اليوم كيش السبانخ بوصفة العجينة تكون رائعة جدا. هذه العجينة مختلفة عن العجينة تاع اللاكيش، تجيكم خفيفة هايلة. يمكنكم تعتمدوا عليها في هذا الشهر رمضان المبارك إن شاء الله. راح تجيكم بزاف خفيفة. شوفوا كيفاش راهي طيبة بالتحت، طريقة الترتيب تاعها تعرفوا باللي هذه الوصفة ناجحة 100%. تابعوني فقط تشوفوا الوصفة كاملة. هنا عندي حليب ما يعادل كأس يرفد 250 مليلتر، كأس عادي. هنا قست بهذا الكاس تاعنا. هنا راح نزيد ندير ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز مع ملعقة تاع كبيرة تاع السكر. راح نخلط هذا المقادير كاملة. هنا الحليب يكون دافي كباش راح يتخمركم به. هنا راح نزيد نضيف نصف كاس تاع قهوة تاع زيت الزيتون ولا زيت نباتي، هذا يكون اختياري. اخلطوا هذه المقادير جميعا. وهنا راح نزيد نديرو كيلة تاع فارينة كما راكم شفتوا. كيلو الفارينة هذه راح نديرها نصف ملعقة تاع خميرة الحلويات، ملعقة صغيرة. راح نخلط هذه المقادير. هنا راح نزيد نضيف السميد نوعية رقيق اسمحوا لي. هنا راح نزيد الملح، نديروا الملح باش ما تجيكمش هكا صامت، لازم الملح. وهنا راح نخلط هذه المقادير. هنايا ما درتش كامل هذيك الكيلة تاع السميد، هنا باش نشوف لا تكستور تاعها الى راهي راح نزيد نضيف ولا نقص. هنا راح نزيد نضيف هذيك الكيلة كاملة. هنايا دركا بعد ما خذت لي كاس فارينة وكاس كاس تاع السميد، كيلو بالكيلة. انا درت هنا كيلة سميد وكيلة فارينة. انا راح نعجنوها كما راكم تشوفوا. لازم اسمحوا لي، ما لازمش تلصق في اليد. فوالا هنا نعجنوها حتى ما تلصقش في اليد بهذه الطريقة السهلة. لازم تجيكم هكا خفيفة، باش تجيب معكم السهلة، وتجيكم طرية الله الله. هنا دوك راح نحط شوية تاع الزيت على القاع تاع البول تاعنا، وراح نزيد ندير من الفوق هكذا شوية، وراح نغطي عليها ونخليها تختمر على راحتها. فوالا. وهنا بعد ما نخليها ترتاح على غرضها نروح نوجدوا هذيك السبانخ. راح نحطهم ان شاء الله في هذا اللاكيش. والله هنا سبانخ بعد ما نظفتهم مليح راح نحيهم هذه الزوائد اللي ما راحش نستعملهم، وراح نقطعهم الى قطع صغيره كما راكم تشوفوا. سهل جدا. بالنسبه اسمحوا لي، بالنسبه لهذا اللاكيش راح تجيكم بزاف بنينه. راح نقدم لكم بنينه وقليل عليها، خاصه العجينه تجي بزاف خفيفه. هنا راح نزيد ندير نصف حبه تاع بصل، راح نقسمها الى قطع صغيره كما راكم تشوفوا. سهل جدا. هذا البصل راح يزيد يدير لها واحد البنه للسبانخ، الزبينه راح نجيبو بزاف البنان. هنا عندي اربع حبات ثوم، راح نربيهم كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هنا بعد ما ربيتهم كما راكم تشوفوا، هنا عندي 2 حبات طماطش راح نربيهم ثاني. هنا في المقله راح ندير البصل، راح نقلي هذا البصل على نار هادئه جدا. نقصوا الماكسيموم تاعو هكذا باش يقليكم غير بشويه هذاك البصل. ما لازمش يقلينا مليح باسكو راح يزيد يطيب مع هاد السبانخ. انا درتهم هكذا يطيبوا. نتوما اللي حبيتوا ديروهم في الماء، يغلوا في الماء، بعد هذا يقطرون، بعد راح تطيبوهم. انا درتهم بهذه الطريقه، انتوما اختياري. هنا بعد ما راح نقليهم هكذا كما راكم تشوفوا، لازم يطيب مليح هذاك السبانخ، لازم يجيو طراي. كي يجيو هكا يطيبوا معايا هكذا نزيد نضيفوا الثوم اللي رابيناها. راح نضيفوا لها هاد السبانخ، نزيد نضيفوا الطماطم اللي المبشوره كما راكم تشوفوا. فوالا. هنا راح نخليهم يطيبوا هكذا بغرضهم. راح نخلطهم كامل واحد البنه
انا كنطيبها هكذا يجيني واحد البنه رائعه جدا. هنا حندير لي زيبيس التوابل، يعني فلفل كحل، فلفل احمر، مع الكمون وراس الحانوت. هذا واش درت مع شويه تاع ملح، وراح نخلط هاد المقادير ونحطهم طيبوا على راحتهم. هنايا راح نرجع العجينه تاعي نلقاها تخمرت ما شاء الله عليها، يعني عجينه تاعي خفيفه ما شاء الله، يعني ما عندي ما نقول عليها. انا العجينه هذه ما نستغناش عليها، نستخدمها البيتزا ونستخدمها العجينه تاع لاكيش تجيني، يعني انا نفضل ندير هاد العجينه، يعني تجيني روعه. فوالا هنا راح نقسمهم الى اثنين، ندير واحده كبيره واحده صغيره. هنا راح نستعمل سنيوه تجيني هكا كبيره حجم عائلي. فوالا هنا راح نفتح العجينه هذيك، نفتحها يعني على سمك رقيق. فوالا نفتحوا هذه العجينه مليح، يعني العجينه هذه راح تسهل معكم الخدمه مليح مليح، يعني ما راحش كامل تعبكم. يعني نفضل هاد العجينه على العجينه تاع لاكيش، يعني هذه تجيكم خفيفه، يعني خاصه في رمضان ان شاء الله كي تاكلوها يعني تجيكم خفيفه على المعده، ما راحش تضركم، ويعني ما راحش يعني تجيكم بزاف خفيفه على المعده. فوالا هنا دوك راح ديروها في السنيوه، يعني العمليه راح تجيكم سهله جدا، يعني تمتم ديروها هكذايا. يعني هذه العجينه يعني تجبد معكم بكل سهوله، وراح تخدموها بكل سهوله، يعني كما راكم تشوفوا في الفيديو، يعني عمليه سهله جدا. فوالا ان هذه الزوائد راح نحيهم كامل، وهذه الزوائد ومن بعد راح نقول لكم واش راح نديروا بهم. احبائي ما تنسوش فقط باللايك والاشتراك هكا باش تعمل فائده ان شاء الله، هكا باش تشوفوا جميع الفيديوهات لي. والله هنا بعد ما عدلتها كامل راح نجيب هذيك السبانخ اللي طيبتهم. الله هنا واحد الريحه تهبل، يعني ريحه تشهي، يعني هنا درتها لاصوص، يعني لازم تجيكم هكا، يعني يكون لازم يكون عندها لاصوص هكا ما تجيكمش ناشفه. هنايا راح نحكم الطوسي تاعي، راح ندير فيها 4 حبات بيض، ونضيف لها شويه تاع الجبن المبشور. فوالا راح نخلطوا هذه المقادير كامل. هنا ما نديروش الملح باسكو سينو راح تجيكم مالحه. هنا راح تضيفوا شويه فقط تاع الحليب ونخلطوا. هنا راح ندير هذا البيض فوق السبانخ نتاعي. هنا تقدروا ديروا اي حشوه اللي حبيتوها، يعني احشوها كما حبيتوا. اللي ما يحبش السبانخ يدير الحشوه يعني كما يحب. فوالا هنا ديروا يعني ديروا التونه ولا ديروا نصف صدر دجاج، ديروا كما حبيتوا. فوالا هنا راح نربي عليها من الفوق كامل هذاك الجبن اللي بقى لي. هنا هذوك الخطوط اللي قلت لكم العجينه اللي بقات لي راح نزين بها هاد لاكيش تاعي. هنا حيكون اختياري فقط، هنا ما حبيتوش تزينوها خليوها كما راهي. هنا راح نديرها للفرن 180 درجه. هنا بعد ما طيبت لي خرجت لي ما شاء الله، يعني خرجت يعني وصفه رائعه جدا، يعني تجيكم روعه ما عندي ما نقول عليها. هاكم تشوفوا بعينيكم، يعني وصفه هايله بزاف، يعني بحجم عائله ديما نقول عليها. هنا راح تجيكم يعني تنحوها من السنيوه هذه تجيكم يعني بسهوله، ما راحش تلصق كامل من الاطراف ولا من التحت، ما راحش تلصق معكم. تنحوها هكذا زينوها كما حبيتوا، يعني ديروا يعني في اي مول حبيتوا ديروها، راح تخرجكم هايله بزاف. هنا راح نقطعها، راح تشوفوا كيف خرجت لي من الداخل. راح تقطع معكم بكل سهولة بكل سهولة، يعني جاتني روعة ما شاء الله، يعني خفيفة طرية يعني ما عندي ما نقول عليها. والله النتيجة كما راكم تشوفوا بعينيكم، يعني شوفوا من تحت كيف طيبت لي، لا تعرفوا باللي يعني الوصفة ناجحة 100%. هنا تخرج لي يعني مقرمشة وطرية، يعني ما عندي ما نقول فيها. ان شاء الله نجربوها وراح تنجح معكم ان شاء الله في هذا الشهر رمضان المبارك، وراح تعتمدوا عليها ان شاء الله. انا شوفوا كيف يعني ما شاء الله، يعني يقول لك العين تاكل قبل الفم، يعني
فلا ما تنساش فقط باللايك والاشتراك هكا باش تعمل فائدة. ونقول لكم يعني الى فيديوهات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. الى فيديوهات اخرى، الى اللقاء.